السلام عليكم جماعة الخير ومساكم الله بألف خير. ساعتنا اليوم هي تحديث لأحد الساعات الأسطورية اللي هي ال SKX 013 اللي تم إيقاف تصنيعها في سنة 2019، مع أنها الساعة ما اشتهرت كثير مثل أختها الكبيرة ال SKX 007، ولكن تميزت هالساعة بسعرها المعقول وقدرتها كساعة غوص من القياس الصغير للأسهم الصغيرة والمتوسطة. وهذه هي الخطة اللي تبعتها ساعتنا المحدثة اليوم، بتصميم أجدد ومحرك أجدد وبألوان مين تلفت الانتباه. وهالساعة من العملاق الياباني سيكو. فمعكم مازن العريمي، لا تنسوا تعملوا سبسكرايب لأنه يساعد القناة والمحتوى على التطور، ولا تنسوا تفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. خلينا نبدأ. ساعتنا اليوم هي السيكو SRPK 35K1، واللي أيضا معروفة بالSKX Mayday Orange. هالساعة هي عرض إصدار مستوحاة من ساعات الغوص الخاصة بسيكو، اللي بدأت مشوارها كساعات غوص بمحرك الكوارتز في 1980. وهذه الساعة بالذات تجسد أول إصدار لساعة SKX اللي كانت بقياس 38 ملم، واللي أصلا ما كانت تندرج تحت مجموعة السيكو 5. بالإضافة أنها تجسيد مثالي لمجموعة ساعات السيكو 5 اللي لها أكثر من 50 سنة في السوق. ومعلومات عن الطائر على المجموعة: الرقم 5 في السيكو 5 يمثل 1. المحرك الأوتوماتيكي، 2. نافذة التاريخ واليوم، 3. مقاومة الماء، 4. المفتاح أو التاج المتناسق مع الجسم بطريقة انسيابية، 5. الجسم والسوار اللي يعتمد عليه من صلابته. لكن السؤال الحين يقول: هل هذا التحديث أو عرض الإصدار يوازي الإصدار الأصلي اللي هو محل محبي الهواية ومجمعي الساعات المخضرمين؟ خلينا نشوف مع بعض. مين الساعة هو من أكثر الأشياء الملفتة للانتباه بحكم أن لونه حيوي كثير بلون برتقالي ينبض بالحياة، واللي يتباين بطريقة جميلة مع البزل الأسود بأرقام بلون متناسق مع لون المينا، واللي هو أحاد الدوران اللي يعني أنه يدور لجهة واحدة. تصميم المينا هو التصميم الأصلي لساعات ال SKX بتقسيمة الماركرز البارزة اللي معروفة بها المجموعة، بحيث أنه ماركر الساعة 12 يجي بشكل مثلث، وماركر الساعة 6 و9 يجي بشكل بيضاوي بامتداد بسيط. أما ماركر الساعة 3 تستحوذ نافذة اليوم والتاريخ، وبقية الماركرز اللي هم 8 ماركرز حوالين المينا يتميزوا بشكل دائري وكلهم بلون الأبيض. وشعار سيكو 5 الجديد يتربع المينا أسفل ماركر الساعة 12، وعبارة أوتوماتيك متواجدة فوق ماركر الساعة 6 باللون الأسود. والكريستال اللي يحمل المينا هو كريستال الهاردلكس الخاص بسيكو، اللي هو معالج بطريقة تجعله مقاوم للخدوش والكسر. بس تمنيت أن سيكو تتبع خطى سيتيزن باستعمال كريستال السفاير، بما أنها بنفس الفئة السعرية لساعتنا الماضية. جسم الساعة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدى بالكامل، ومعالج بالبرشنج أو الصقل من الأمام، ومعالج بالتلميع من الجوانب والجانب الخلفي. وهالمعالجة تمتد لسوار الساعة بعد، بحيث أن الجهة الأمامية للسوار معالجة بالصقر، والجهة الخلفية والجانبية من الساعة معالجة بالتلميع، مما يجعل السوار مريح لللبس وأيضا سهل التغيير بحكم أن قياسه 20 ملم، اللي هو قياس عالمي لكثير من الأسورة. قفل السوار 3 طيات بنقطتين لتعديل قياس الساعة، وهالشيء يخلي لبس الساعة مرن أكثر. بحس أن أفضل سوار للساعة بعد السوار الأصلي ممكن يكون الجوبلي، مع أن الساعة رياضية للغوص ومش ساعة GMT للسفر، بس للناس أذواق. مفتاح أو تاج الساعة يوازي الساعة 4، ومصمم بتناسق على جسم الساعة لتفادي تحريكه بالغلط، وهو من نوع سكرو داون اللي يضمن لك مقاومة الماء ل 100 متر. وجمالية هالساعة ما تتوقف في التناسق في معالجة الجسم ولون المينا. جمالية الساعة تمتد للنافذة الخلفية اللي تستعرض لك محرك سيكو كاليبر 4R36. محرك سيكو كاليبر 4R36 هو واحد من أشهر المحركات تبع سيكو وأكثرها انتشاراً، بحيث أن كثير من ساعات سيكو تحمله، ومعروف بعمليته وطول عمره. وهو يعتبر نسخة سيكو الشخصية من محرك سيكو NH36 اللي سيكو تبيعه لكثير من صناع الساعات والمايكرو براندز. هالمحرك له 24 جوهرة، ويعمل ب 21600 نبضة في الساعة بسرعة 3 هرتز.
ويحفظ لك التوقيت ل 40 ساعة، ودقته في التوقيت ممكن تزيد أو تنقص 35 إلى 45 ثانية في اليوم. وهذا الساعة ممكن تتحول إلى واحدة من ساعات هواة التجميع اللي راح تختفي بعد فترة بحسب ما سمعنا من الوكيل إنه راح يتم إيقاف تصنيع مجموعة سيكو 5 في 2025. وأنا متأكد أن ألوان معينة راح يتغير سعرها في سوق الساعات المستعملة، بالأخص أنها سيكو ومطلوبة مع أنها الساعة مش نسخة يابانية. فهل شراء هالساعة بسعر السوق اللي هو في العادة أعلى يستحق العناء؟ طبعا لا، لكن ممكن تاخذوا هالساعة الحين بالسعر الأصلي من محل 3T عماني اللي هو محل عماني متخصص ببيع ساعات الكاسيو والسيكو والسيرزن. كل اللي عليكم تعملوه هو أن تدخلوا الموقع اللي هو 3toman.com، تختاروا الساعة اللي تبوها، تضغطوا على شعار عربة التسوق بجانب الساعة، ثم تضغطوا على شعار عربة التسوق الكبير اللي على أعلى اليمين. من بعدها تضغطوا على تشيك أوت، ومن هنا تضيفوا بياناتكم للتواصل، ثم تضغطوا على بليس أوردر، وراح يتواصل معكم بطل التوصيل ليوصل ساعتك مجانا في حدود محافظة مسقط، والدفع راح يكون عند التوصيل، فما أتوقع في شيء أسهل من كذا. ونرجع للساعة. قياس الساعة مناسب أكثر للمعاصم الصغيرة والمتوسطة، بحيث أن قياس الساعة هو 38 ملم بالعرض و42.2 ملم بالطول، وثقن الساعة هو 12.1 ملم. وبما أنها ساعة غوص ففي العادة يكون المينا أصغر بحكم حجم البزل اللي له ميزته الخاصة، فنوعا ما صعبة تضبط على معصم بقياس 8 إنش مثل معصمي. بالنسبة لي، هل هذه الساعة راح تنضاف في المجموعة؟ بالغالب لا، إلا إذا كان معصمي أصغر. أفضل SRPD 59K1 اللي قياسها 42.5 ملم. إذا معكم الخيار اليوم، إيش بتاخذوا وليش؟ انتظر ردكم في التعليقات. شاركوا هالفيديو مع أحبائكم وأصدقائكم، وأشوفكم في الفيديو الجاي بإذن الله. سلام.